مساء الفل، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. بصدر فرخة واحد بس عملت اكتر من كيلو من بانيه الشركات والمصانع، زي بانيه اطياب الجاهز. لو جربتيه بالطريقة دي هتعمليه على طول، طعمه هيبقى احلى من الجاهز بكتير. وطبعا بقى مش هنتكلم عن النظافة، عاملاه بايدك مضمون، وكمان هيعمل كمية كبيرة جدا اوفر بكتير من اللي بنشتريه جاهز من بره. يلا نسمي الله وندخل نشوف الطريقة والمقادير. بس لو أول مرة بتشوفوني، أنا اسمي نرمين علي ودي قناتي مطبخ أونلاين نرمين علي. يسعدني جدا ويشرفني تشتركوا عندي في القناة، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش بقى لايك وشير. معايا صدر فرخة حوالي 600 جرام. هناخد صدر الفرخة وابدأ اقطعه كده قطع صغيرة علشان افرمه في الكب. لو عندكم مفرمة لحمة تقدروا تفرموها فيها. مش عندكم لا كبة ولا مفرمة، ممكن وانتوا عند الراجل بتاع الفراخ اصلا تخليه يفرم لكم الفراخ، وتاخدوا الفراخ مفرومة وتخلطوا عليها باقي المكونات وتقلبوها بايديكم. بنفرمها ناعم بالشكل ده كده، بتبقى عاملة زي العجينة بالظبط، وبتتفرم بكل سهولة. هحط الكمية المتبقية معايا وافرمها برضو بنفس الشكل، وده بيبقى شكلها في الاخر. في بولة فاضية حطيت نص كوباية فيجيتار. الفيجيتار ده سايب، بشتريه بالوزن كده من عند العطار، وبيبقى اوفر كتير من الاكياس الجاهزة، وبيبقى فيه منه حار وبارد. وحطيت عليهم معلقتين كبار حليب بودرة، بصراحة بيفرق في الطعم، ممكن تستغنوا عنه خالص. ومعلقة صغيرة بيكنج باودر بيخلي البانيه هش كده معايا ومش مكتوم. وهنتبلهم بمعلقة صغيرة فلفل ابيض، معلقة صغيرة توم بودرة، معلقة صغيرة بصل بودرة، ونص معلقة صغيرة جنزبيل بودرة، ونص معلقة صغيرة كرفس مجفف. لو مش لقيتوه ممكن تجيبوا الكرفس العادي وتجففوه. هفركه بايدي شوية كده علشان هو بيبقى خشن شوية. ومعلقة كبيرة مرقة دجاج فورية، ونص معلقة صغيرة ملح، مش هنزود اكتر من كده علشان مرقة الدجاج بتبقى مملحة. هقلبهم مع بعض تقليبتين كده، اخلطهم كلهم مع بعض، وبعد كده هنزل عليهم بالفراخ المفرومة. نسمي الله وبايدينا كده نبدأ بقى نخلطهم مع بعض كويس. عايزة عجينة الفراخ تتخلط تماما مع الفيجيتار والتوابل اللي احنا حاطيناها، وتبقى كلها عجينة واحدة. لو الكبة بتاعتك كبيرة تقدري تعملي الخطوة دي في الكبة. هتحطي قطع الفراخ وعليهم الفيجيتار وكل التوابل وتفرميهم مع بعض في الكبة كلهم. بس مهم تفرموهم كده ناعم بالشكل ده، يبقوا عاملين زي العجينة مع بعض. ودي خلطة الكريسبي بتاعة البانيه. مش هنستخدم بقسماط ناعم، هنستخدم خلطة الكريسبي دي علشان تبقى زي الجاهز بالظبط. ودي بشتريها برضو بالكيلو من عند العطار، وبيبقى منها سبايسي وبارد. خدتها حطيتها في الكبة انعمها شوية تبقى وسط، لانها بتكون ناشفة وكريسبي قوي. وضفت عليها حبة صغيرين كده من غير ما انعمهم. هنجيب طبق نحط فيه مية علشان نبدأ نشكل البانيه بتاعنا. هبل ايدي بشوية مية كده في الاول علشان الفراخ ما تلزقش في ايدي وانا بشكلها. ناخد قطعة من الفراخ وهنبدأ نشكلها كده على شكل يشبه المثلث شوية. نشكلها بين ايدينا كده زي ما نكون بنشكل صباع كفتة في الاول، وبعد كده بنبدأ نفردها بين ايدينا ونعملها بنفس الشكل اللي احنا بنشتري بيه البانيه الجاهز. الشكل اللي هو يشبه دمعة العين كده او نقطة المية. بصراحة مش عارفة ليه الشركات والمصانع بيعملوها بالشكل ده. لو حد يعرف السبب اكتبولي في الكومنتات. هنشكل كمان واحدة مع بعض كده علشان نشوف الطريقة. في الأول بعمله كده على شكل صباع كفتة، وبعد كده بفرده بين ايديا واشكله كده على شكل بيشبه المثلث شوية، عريضة من فوق ومسحوبة من تحت على رفيع بالشكل ده. وتقدري تشكليه أقراص بقى أو أي حاجة انت تحبيها زي ما تحبي، بس احنا بنعمل نفس الشكل الجاهزة بالظبط. ونخلي سمكها رفيع مش تخين علشان احنا هنقليها، مش هندخلها الفرن عشان تستوي كويس. بعد كده هغطيها بطبقة من الكريسبي وهضغط عليها كده كويس علشان الكريسبي يلزق فيها. لو حسيتي ان هي نشفت منك شويه والكريسبي ما بيلزقش فيها، هتحطيها الاول في الميه وتصفيها شويه من الميه بايدك، وبعد كده بتنزليها في الكريسبي تغطيها بيه. بس انا عشان شغاله بسرعه وكل مره ببل ايدي بالميه قبل ما اشكل قطع البانيه، فالبانيه من بره كده تحس ان هو لسه مندي بالميه. بعد ما غطيت كده كام واحده بالكريسبي، الخطوه اللي بعد كده هاخد قطعه قطعه انزلها في الميه ثواني واصفيها من الميه كويس وارجعها تاني في الكريسبي. وبايدي التانية الناشفة هبدأ اقلب قطع الفراخ في الكريسبي. مش عايزة ايدي اللي بتنزل في المية اقلب بيها الفراخ في الكريسبي علشان المية ما تنزلش على الكريسبي وتطريه كده ويعمل تكتلات. وزي ما انتوا شايفين معانا ما شاء الله البانيه بقى عامل كده فعلا زي البانيه الجاهز اللي بنشتريه من بره بالظبط، ويمكن كمان شكله احسن. وطبعا في كمية فراخ اكبر وهيدينا كمية كبيرة اكتر من اللي بنشتريه من بره. وهرصه على صينية مدهونة بشوية زيت صغيرين قوي، ونكرر نفس الخطوة لحد ما نخلص الكمية كلها.
بنحط الفراخ في الكريسبي الاول، بنغطيها بطبقه من الكريسبي. لو حسيت ان الفراخ ناشفه والكريسبي ما بيلزقش عليها، نزليها في الميه ثانيه وارفعيها، صفيها من الميه ونزليها في الكريسبي، غلفيها كويس، وبعد كده نزليها في الميه تاني وارفعيها، صفيها من الميه وحطيها في الكريسبي وغلفيها بيه. وزي ما قلنا ايدينا اللي بتنزل في الميه مش هنحطها في الكريسبي، هنخلي ايد للميه والايد الناشفه نغلف بيها الكريسبي. شكلت منها 3 احجام، حجم صغير ووسط وكبير شويه، والكميه دي عملت معايا 20 واحده. يعني لو انتي عملتيها بحجم صغير او وسط هتعمل معاكي عدد اكبر. تقدري تحتفظي بيها في الفريزر وهي متغلفه بالكريسبي كده، تحطيها في علب حفظ او اطباق فوم وتغلفيها كويس بستريتش او باكياس تلاجة، وهتطلعيها على طول وهي مجمده، تحمريها في زيت سخن. ما بنطلعوش من الفريزر يفك، بنحمره وهو مجمد على طول. وهنحمر البانيه في طاسة فيها كمية زيت حلوة، وأول ما الزيت يسخن بننزل البانيه. وعشان اتأكد ان الزيت سخن بحط كده حتة من الكريسبي صغيرة، لو نزلت تحت في القاع يبقى الزيت لسه مسخنش، لو طفت فوق على الوش بالشكل ده يبقى الزيت سخن. بنزل البانيه، وأول ما احطه ههدي النار علشان بس اضمن ان البانيه استوى من جوه، وأول ما يبدأ ياخد لون من تحت هبدأ اقلبه علشان يستوي من الناحية التانية. واول ما الاطراف بتاعته تبدأ تتحمر كده هنشيله ونصفيه من الزيت ونحطه على مناديل مطبخ علشان تتشرب اي زيت زيادة موجودة فيه. وهكمل تحمير كل الكمية بنفس الطريقة، وزي ما قلت لكم تقدروا تحمروا شوية وتشيلوا شوية في الفريزر، وقت ما تحبوا في اي وقت تطلعوه وهو مجمد وتقلوه على طول في الزيت. شايفين قد ايه لونه جميل وريحته كانت قلبة البيت، والطعم بقى مش هقول لكم، لازم تجربوا بنفسكم وتدوقوه، يجنن. واسمعوا بقى القرمشة عاملة ازاي، قد ايه مقرمشه وكرانشي وجميله كده من بره، والفراخ من جوه مستويه وتتبيلتها مظبوطه جدا وطعمها ولا غلطه. جربوها واعملوها في البيت واتحداك ان طعمها هيبقى احلى كتير جدا من اللي بتشتروها جاهزه من بره. اعملوها بقى كده سندوتشات مع كاتشب ومايونيز، ولا اجدعها مطعم. انا كده خلصت الفيديو بتاعي، بتمنى الوصفه تكون عجبتكم، بتمنى تجربوها وتكتبوا لي رايكم في الكومنتات، ويا ريت ما تنسوش تعملوا لايك وشير للفيديو. واشوفكم ان شاء الله على خير بقى في فيديو جديد ووصفة جديدة. كنت معاكم نرمين علي من قناتي مطبخ اونلاين نرمين علي. سلام عليكم.